صباح الورد والخير والسعادة، كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. النهاردة هنعمل فكرة جديدة من أفكار فطار لرمضان، سهلة وبسيطة وحاجة كده ما تقعدكش في المطبخ أكتر من ربع ساعة. قولي نص ساعة بكبيره قوي، بس هي ربع ساعة بس، يلا عشان ما زعلش حد. وعملت جنبها شوية بطاطس ومحمرة وبس. فطارنا كان كده النهاردة شوية كفتة حاتي وبطاطس محمرة، حاجة كده وهمية، هي أصلا من طعامتها مش هتحتاجي جنبها أي حاجة، وأي حاجة كانت هتتعمل جنبها ما كانتش هتتشاف من كتر ما هي طعمة ولذيذة ومشبعة جدا جدا جدا. وعملت ايه انا بقى؟ جبت العيش كده بتاعي، حطيته كده مكان الكفتة في الصينية بالبهاريز دي اللي بتنزل من الكفتة، وحطيت شوية طحينة وبطاطس، والساندوتش ده كان عالمي، حرفيا كان عالمي. هي حاجة كده وهمية، وبقابلوني لو جبت كفتة حاتي تاني من بره لما تجربوا الوصفة دي، مستوية وطرية من جوه وهشة وما كشتش معايا. هقول لكم كل اسرار كفتة الحاتي وهتعرفوا ان هي سرها في بساطتها، ما فيهاش اي حاجة كده سهلة وبسيطة، والطعم سوبر حلاوة، وجنبها شوية مخلل كده وسلطة طحينة. يا سلام، جوعتوني دلوقتي وانا بسجل لكم في الصيام. يلا بينا نبتدي وصفتنا على طول. انا هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، اهم حاجة يكون فيها مش اقل من 25% نسبة دهون، وانا خليت الراجل يفرم لي معاها 100 جرام من البوش او اللية، حاجه من الاتنين. يعني الجزار نفسه خليه يجيب لك نص كيلو لحمه مفرومه مفروم معاها 100 جرام من البوش او الليه، بتفرق قوي في نكهه الكفته وفي الطعم. بس لو مش متاح عندك خلاص مش مشكله، خلي نص كيلو لحمه مفرومه 25% منها دهون. ومعايا هنا معلقه كبيره دقيق، وربع معلقه بيكنج باودر، ومعايا هنا بشر طماطمايه واحده، ومعايا ميه البصلايه اللي قدامكم دي. يعني انا بشرت بصلايه او فرمتها في الكبه ايا كان، وقعدت اصفي فيها لحد ما نزلت معايا ميه البصل. ومعايا البهارات بتاعتي، معلقه صغيره هرميه من السبع بهارات، وربع معلقه ونص معلقه من الملح عفوا، وربع معلقه من الفلفل الاسود، بس كده. هي دي بهارات الكفته بتاعتي. هحط تفل البصل على الدقيق على البيكنج باودر على البهارات بتاعتي على اللحمه، دول مع بعض، وهقعد افرم كده بايديا كده، اقعد زي كاني بعجن كده كويس. ادخل الدقيق بالبهارات بتاعتي بتفل البصل في اللحمه بتاعتي. هنا ما حطيتش الطماطم ولا ميه البصل، دول هقول لكم هنعمل بيهم ايه. جبت الصينيه بتاعتي حطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي، بتفرق قوي قوي التركه دي في الكفته. هي مش مجرد عشان ما تلزقش، هي كده مش هتلزق ادم فيها نسبه دهون محترمه، بس التركه السمنه البلدي مع الزيت بتدي طعم حلو قوي في الكفته، كانها هقول لك في الاخر كانها معصجه كده. ودهنت بيها الصينيه، وجبت سيخ، عارفين اسياخ الشيش طاووق، جبتها، او ممكن انتي بظهر معلقه عادي جدا، ولا اي حاجه توقفنا. هنا بقى خدت كده اللحم، ممكن تكوريها في الاول تخليهم كور صغيره وبعد كده تعمليها بيها كده، بس انا تمام ما كانش فارق معايا اللقطه دي. لو انتي عايزاهم كلهم قد بعضهم، يعني تكوريهم كلهم كور قد بعضها، وبعد كده تعمليهم كده بايديكي في السيخ عشان يطلع معاكي الكفته، او بايد المعلقه اللي بناكل منها، بايديها اللي بنمسكها منها تعملي بيها الكفته. تحطي كده نفس الصباع ده وعادي جدا تطلع معاكي قمر برضو. وصبعيها كده زي ما انا بصبعها، خطيره. بس لازم الفراغ اللي في النص ده، يعني ما ينفعش تبرميها في ايديكي كده زي كفته الرز. انا بكلم الناس برضو الجديده في الكفته. حرفيا الوصفه دي والطريقه دي في الكفته سهله وبسيطه، ومش محتاجه بهارات كفته ولا مش عارفه ولا ايه، مش محتاجه حاجه، ملح وفلفل وسبع بهارات، خطيره، وتفل بصل. حرفيا هي دي كفته الحاتي الاصليه اللي بنجيبها من بره، وهميه. هنا انا عملت بقى بميه البصل، ميه البصلايه، حطيت عليها بشره طماطمايه، وحطيت بابريكا وفلفل اسمر وشويه ملح، وبرده حبه زيت، ومعلقه من السمنه البلدي. يا جماعه انتوا مش فاهمين، حرفيا اللي هيجرب الوصفه دي
في الكفته هيشكرني شكر مش قادره اقول لكم. هتعتمدوها وانا متاكده انكم مش هتجيبوا كفته تاني من بره، ومن سهولتها وجمالها وبساطتها متاكده انكم هتعتمدوها يوم في اسبوعكم اكيد اكيد اكيد. هنا بقى انا جبت الفرشه بتاعتي وحطيت كاني بغرف بمعلقه كده، شايفيني يعني الفرشه بتاعتي قلبت مكوناتي مع بعضها وقعدت مسحت ايه بقى كده في الكفته بتاعتي. بتدي طعم تعصيجه كده مع كفته الحاتي، خطيرة 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 الطريقة دي في الكفتة. انا بجد لما جربتها اعتمدتها وقلت مش هعمل غيرها تاني. انا كمان واخدة وصفة الكفتة دي من واحد شغال في محل كفتة، يعني محل بيعمل كفتة حاتي معروف بس مش هينفع اقول اسمه، واخدة الطريقة منه. فانتوا مش فاهمين جامدة جدا ازاي، يعني انا مش عارفة ينفع اقول اسمه ولا لا، بس يعني حفظا برضو للسرية. بجد بجد هي دي كفتة الحاتي اللي احنا بنروح ندفع فيها فلوس قد كده بره. نص كيلو اللحمة حتى لو كان غالي، بس انت لو هتجيبيها من بره هتجيبيها باضعاف السعر ده. وعملت جنبها شويه بقى سلطه الطحينه، واقول لكم طريقتي برده في الطحينه. 3 فصوص من الثوم قطعتهم صغير او دقيهم زي ما تحبي، حطيت عليهم ربع كوبايه من الطحينه، وربع معلقه صغيره من الملح، و3 معالق كبار من الخل، ورشه كمون، وايه ميه دافيه مش سخنه اهم حاجه عشان ما تبصش منك. حطيت برده ربع كوبايه او تلت كوبايه من الميه الدافيه، وقلبت قلبت قلبت لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. لو حسيتيها تقيله معاكي زودي شويه ميه بس بالتدريج علشان خاطر ما تخفش منك، ولو حسيتيها خفيفه معاكي زودي معلقه طحينه. تمام، احلى سلطه الطحينه ممكن تجربيها، خطيره. وهنا بقى انا بعد الكفته بتاعتي ما حطيتها في الفرن على درجه حراره 200 لمده تلت ساعه على حسب فرنك برضو. عملت بقى بقيه الصوص بتاعي، خرجتها من الفرن واديتها مسحه تاني بالصوص بتاعي. هي قعدت تلت ساعه في الفرن بتاعي على درجه حراره 200، انت على حسب فرنك ممكن تقعد نص ساعه مثلا، ممكن تقعد تلت ساعه زيي. ومسحت تاني بالصوص اللي كان متبقي معايا كده، وخدت من الصينيه كده وحطيتها على وش على الشوايه لمده 5 دقايق بالظبط. وعملت شويه بطاطس محمره كده جنبها. اكله يا جماعه خطيره، وما خدتش مني حرفيا واقفه يعني مني في المطبخ ربع ساعه. وجبت بقى البهاريز اللي كانت في الصينيه دي، ما هي دي مش دهون، دي دهون اللحمه ما بتترميش، دي بنغمس فيها العيش كده وبنحط الكفته وحاجه كده. اوعوا ترموا بقيه مكان الكفته ابدا، دي ما تترميش، دي الحركه دي خطيره خطيره حرفيا. وحطيت الطحينه كده وشويه بطاطس بقى محمرين، حاجه كده عسل حرفيا. نفسي اروح لكل واحده فيكم ودوقها العظمه دي. بس اهم حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا اختكم، معاكم اختكم هاله، اشتراك القناه وتفعيل الجرس واللايك والشير، وتقولوا لي بقى في الكومنتات لما تجربوها وتوهموهم بسهولتها وبجمالها وحاجه كده حرفيا مش هياكلوا من بره تاني كفته، من كتر ما هي دي كفته الحاتي بطريقه طبعا نظيفه، وطبعا بنفسك انت القمر كمان اضافه ليها. يعني بصوا مستويه وخطيره ازاي. يلا كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. قوموا يلا اعملوا الفكره دي بكره، جهزوا حاجتها من النهارده واعملوها بكره، وبالهنا والشفا.